السلام عليكم، يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل افكار لسندوتشات بطريقة مختلفة. نفس الجبن، نفس البيض، بس الفكرة هي اللي هتكون مختلفة. كمان هنعمل ميني بيتزا بطريقة بسيطة وسهلة من غير ما هنعجن. حاجات هيحبوها ولادك قوي، جددي ليهم في السندوتشات علشان يحبوها. مش هطول عليكي، ويلا بينا فاصل ونبدأ على طول الوصفة. واول حاجة معايا هنا السوسيس بطعم الفراخ وبطعم اللحمة. انا قطعته طرنشات بالطريقة دي، وهحمره شوية مع نص معلقة من الزبدة علشان يكون خفيف، وهديله تحمير كويس بيبقى طعمه احلى بكتير. ودي صلصة البيتزا هنجهزها، او الصلصة السريعة للبيتزا. هي معلقتين طماطم متسبكة كويس، ضفت عليهم معلقتين من الكاتشب، معلقة كبيرة من الزعتر، اسفة معلقة صغيرة بس من الزعتر على قد الكمية، وكمان 3 اكياس صغيرين من صوص الباربيكيو. هنقلب كل الحاجات دي، ودي بتعتبر صلصة البيتزا السريعة لو انا لسه مش عايزة اعمل بقى صلصة والكلام ده. ومعايا بضاية نضربها كويس بالشكل ده. معايا رغيف كايزر، هنفتح رغيف من النص بالشكل ده، وهنعمل الرغيف من جوه بالبيض بالطريقة دي. عندك بقى اي نوع جبن موجود عندك، يعني انا هنا حطيت جبنة شيدر، حطيت السوسيس، حطيت جبنة رومي. اي نوع جبن عندك، فراخ مثلا اعمليها بالطريقة دي. الحشوة دي حاجة بترجعلك، بس الحاجات دي لو اتعملت لولادك بجد هيحبوها جدا، وهتبقى سهلة خالص، واي جبن موجودة عندك هيحبوها بالطريقة دي. وهنحط كمان على الوش بقى من الساندويتش او من الميني بيتزا بتاعتنا، هنحط جزء من صلصة البيتزا وشوية من الموتزاريلا، زيتون بقى وشوية حاجات كده. هو الولاد بيحبوا الحاجات دي جدا، فبدل ما بيروحوا يجيبوا البيتزا الصغيرة اللي بتكون جاهزة في المخابز او من هنا او من هنا، تقدري تعمليها وانتي مش هتعجني ومش هتتعبي نفسك، وسهلة جدا، مش هتاخد من ايدك دقايق، ومش هتاخد في سواها حتى برضو دقايق. الموضوع كله بسيط. كمان هنا جربت ان انا اعملها بعيش فينو الصغير، البيتي باء الصغير زي ما قلتلك. حطيت شيدر، وحطيت جبنة رومي، وحطيت السوسيس زي ما قلتلك. الجبن المتوفرة عندك هنعملها بالشكل ده. والطريقة التالتة كمان هنعملها على التوست كده من غير ما نقفله. على التوست بقى حطيت البيض والصلصة بتاعت البيتزا، وحطيت الجبن بتاعتي، وحطيت عليهم شوية الموتزاريلا بالشكل ده. بجد حاجة تحفة جدا، تقدري تعمليها لأولادك في المدرسة، هتغلي فيها كويس وهياخدوها معاهم بدل ما يجيبوا الحاجات دي جاهزة من بره. هنحطها بقى في الفرن، هتسيبيها في الرف المقابل للنار لمدة دقيقة او دقيقتين بالكتير قوي، وبعد كده هترفعيها على الشواية لمدة 3 دقايق بس. خدي بالك علشان الشواية بتبوظ الدنيا على طول فانتبهي وانتي بتعملي علشان ما تغلطيش غلطتي. زي ما انتي شايفة كده، في حتت اتحرقت مني وحتت ما اتحمرتش، بس المهم انها في كل الاحوال فعلا اتنسفت، وكان طعمها حلو جدا. وحتى اللي ما كملش على الغدا اخدها في العشاء، وكانوا الولاد مبسوطين بيها قوي 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 قوي. ويلا بينا نبدأ السندوتشات بعد الفاصل. في طاسة بقى على نار متوسطة هنحط معلقة صغيرة من الزبدة او نص معلقة، وكمان معايا بيضتين ضربتهم كويس جدا بالشكل ده، وهضيف عليهم الملح والفلفل. وهنعمل البيض بالطريقة دي. هنكون محضرة 2 من التوست، هعملهم بالشكل ده، احطهم على البيض، اخد واحدة واشيلها وارجع اقلبها تاني بسرعة. في النص بقى حطيت جبنة شيدر، وحطيت جبنة رومي. تقدري زي ما قلتلك اي انواع جبن عندك حطيها. بجد الساندوتش بالطريقة دي، وبرضو ما تغلطيش الغلطة اللي انا عملتها دلوقتي وقلبت البيض من قبل ما كان يستوي. فما تعمليش، اتأكدي ان البيض استوى وبعدين اقلبيها، هتتقلب معاكي بكل سهولة. هتسويها بقى على كل وش من الوشين بالطريقة دي. وخليكي معايا ما تروحيش في حتة عشان في كذا فكرة للساندوتش.
هنحمرها بالشكل ده وخلاص جهزت. ما بتاخدش دقيقتين، بجد حاجة تحفة جدا. وهنعمل الساندوتش التاني بفكرة تانية. ما تنسيش، اكيد في اي ساندوتش من كل دول عجبك فاديني لايك دلوقتي، ما تنسيش حالا دوسي اللايك. دلوقتي حطيت السوسيس بالشكل دوت. طبعا بعد ما حمرت الزبدة حطيت جزء من هنا بالفراخ وجزء من هنا باللحمة، وكمان معايا نفس البيضتين وضربتهم كويس بالملح والفلفل. وهحط البيض بالشكل ده، وهاجي كمان احط التوست بالطريقة دي. اهم حاجة انك تاخدي البيض في التوست على الناحيتين علشان بيديله طعم حلو. هنستنى لما البيض يستوي كويس وبعدين تبدأي ان انت ترفعي البيض على التوست بالشكل ده. شايفة الناحية اللي استوت اتقلبت بسهولة ازاي؟ انا ببقى عايزة اخلص لكم الفيديو بسرعة فبتلخبط، فمعلش بقى اعذروني، بس انا اهو بقول لكم الاخطاء اللي انا وقعت فيها علشان ما تقعوش فيها. وهنقلب نفس الكلام لحد ما تتحمر وتوصل للجزء او للوش الحلو. ومعانا اخر ساندوتش، والمرة دي حطيت كل حاجة على البيضتين، السوسيس على الجبنة الرومي على الزيتون على كل اللي موجود، كوكتيل كده اهو. وحطيته كمان على الطاسة وعملت نفس التوست، وهستنى لما البيض يتقلب وهقلبهم بالشكل ده. السندوتشات دي تحفة جدا، تقدري تعمليها لولادك حتى لو كانوا مش بياكلوا البيض بالطريقة دي هياكلوها، لان فعلا طعمها مختلف، حلوة جدا. تقدري تلفها لهم في الورق اللي بنلف بيه سندوتشات الشاورما، يقدروا ياخدوها معاهم المدرسة. لو هياكلوا في البيت يقدروا ياكلوها بالشوكة والسكينة بالشكل ده. بس فعلا السندوتشات حلوة جدا، هتعجب ولادك، جددي واعملها لهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.